الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا للشاعرين السوريين الكبيرين أنس العرجي. أنس أنت زي ما خليت العرجي من كثر التواضع واحد يقول لك لقد صدقتك وعدي صرت أشعرهم، والثاني يقول هذه حذيفة قال شعرا فيها. شو التواضع؟ أتعبتم من بعدكم. الحقيقة أنه الشكر موصول إلى فريق الوزارة، فريقي، إخواني وأخواتي الذين عملوا بجد واجتهاد على إنجاح هذه الليلة بكل المعايير، فأشكرهم وأشكر الحضور الكريم، أشكر هذه الوجوه التي وهذه القلوب التي تصافحني من هنا من على المدرجات. نحن أتينا لنقول للعالم قدر هذا الشعب أن يكون فارساً في المعارك وفي المنابر وفي المحافل الدبلوماسية. العالم كله رأى صنيع هذا الشعب الأبي المصابر. وإذا كان الشعر ركناً من أركان الثقافة يتعدد إلى أغراض الرثاء والغزل والمديح والفخر والهجاء والنسيب وكل ذلك، فإن شعراءنا اليوم جمعوا كل هذه الأغراض ووضعوها في خدمة توثيق ما جرى في الثورة السورية المباركة من اليوم الأول وإلى يوم النصر. فنحن عندما نقول نستذكر قول الأول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم، فنحن نسطر أيامنا ونسطر انتصاراتنا نوثق المجازر والأيام، حتى أسماء الشهداء نوثقها في الشعر. من أجل ذلك الشعر ديوان العرب، ومن أجل ذلك نحن نحمل هذه الحضارة على ظهورنا ونسير منذ 1500 سنة، منذ أن سمعنا شعر الأولين، واليوم يتصل شعر الأولين بشعر الآخرين، واليوم ينهض الشعر نهضة جديدة. اليوم بهذه الأمسية الجميلة نفتتح مواسم الشعر في سوريا، نفتتحها في دمشق ونستكمل بها جهود الإخوة في بقية المحافظات. نعدكم بأن تكون الأمسيات كما يليق بسوريا الحبيبة. النصر الذي سطرناه هو نصر عزيز على التاريخ، وهذا الشعب يحسب له بين شعوب الأرض قاطبة أنه سطر انتصارا عز مثله في هذا الزمان. هذا أعظم انتصار في الزمان الحديث، فلذلك يستحق هذا الشعب من كل شيء أحسنه وأعظمه. أنا لا أريد أن أقول شعرا لأنه هذه أمسية أنس وحذيفة، ولا